كم من الدماء ما زالت تحتاجها السلطات الجديدة لإخضاع الجميع لإرادتها ويعني لمظلتها وضبط الأمن كما تقول. قائمة القتلى تتمدد من يوم إلى آخر، ودخلنا مرحلة متقدمة جدا من كسر الإرادات بين هذا الفريق وذاك. نعم سيدي، الأمر هنا أمر كيان دولة، إننا لا نتحدث ولا نتكلم عن شيء سهل. فهو كيان الدولة المصرية التي استمرت منذ أكثر من 5000 عام، ونحن الآن في مرحلة تاريخية. والمشكلة يا أخي العزيز أننا حينما خرج مبارك من الحكم لم نشهد أنصار مبارك يفعلون مثل ما فعل الإخوان اليوم. فهذه هي أساس الكارثة. لم يقل أنصار مبارك أنه ما حدث خروج عن الشرعية وأنه خرج نتيجة انقلاب عسكري بإرادة شعبية. لم أجدهم يقولون أن الملايين نزلت وأن خروج مبارك كان بصورة شرعية لأنه بناء على مظاهرات وتدخل الجيش. ولكن الإخوان بعد أن خرج مرسي من الحكم نراهم يخربون الدولة، يهاجمون أجهزة الشرطة، يريدون تدمير مصر. فهنا في جانبي هنا في الكونغرس الامريكي انا يعني مسافه اقدام امشي اليها الى نفس المكان، كانت امراه منذ حوالي شهر او شهر ونصف او اكثر قليلا حاولت ان تفعل شيء مريب امام الكونغرس الامريكي، تم قتلها فورا. فإذا كان هناك 1000 مثلها صدقني سيتم قتل ال1000. الأمر هنا أمر كيان دولة، ولم يترك الإخوان للمجتمع المصري. حينما تقول أنه تحرك شعبي ضد الدولة، التحرك الشعبي يكون 30 مليون كما رأينا حينما أخرجوا الرئيس مرسي من الحكم. ولكن ما يحدث حاليا هو مجموعة من الناس تريد تخريب الدولة. وأنا أعتقد أن الحل الأمني وإن لم يكن هو الحل الأوحد، المفروض أن تضيف إليه حل أيديولوجي وحلول أخرى. ولكن في مرحلة المواجهة مع هؤلاء لابد أن تستخدم شيء من القوة، مثل الطبيب الذي يستخدم مضاد حيوي قليل الجرعة فإنه يفشل. أحيانا تضطر إلى جرعة زائدة حتى تشفي المريض، وهذا ما يحدث. وهذه الجرعة الزائدة التي أدت إلى مقتل 19 شخصا بالأمس، ويعني عائلات بأكملها مكلومة. من سيحاسب على قتل هؤلاء سيد توفيق؟ يعني في الوقت الذي معلش في الوقت الذي سيحاكم فيه الرئيس المعزول محمد مرسي في أواخر هذا الشهر بتهمة قتل متظاهرين، يعني من جملة عدد آخر قتلوا في واقعة من الوقائع. أعتقد أن العتاب هنا يذهب أولا لمن يقوم بعنف في المظاهرات. فقد رأينا أن الإخوان وهم يخلعون ملابس سيدة في الأزهر أستاذة جامعية، ورأيناهم يشعلون النار في سيارات شرطة، ورأيناهم يفعلون كثير من أفعال العنف. وهو ليس بمستغرب على المتطرفين في كل مكان في العالم، فما يفعلوه هو يعني أساس فكر التطرف أن يكرهك وأن يستخدم العنف. فأنا أعتقد أنه هو في مرحلة لابد من مواجهة العنف بقوة الدولة. وصدقني أنا في رأيي الشخصي لو أن الدولة لم تستخدم قوة مع هؤلاء الذين يثيرون الذعر بين الناس ويشعلون عربات الشرطة لانتهت الدولة المصرية. فنحن هنا قضية بقاء. وكما ذكرت لك في المرة السابقة منذ بضعة أيام أننا نريد التحرك للأمام والإخوان يريدونها للخلف، ولذا فإما نحن وإما هن. يعني الأمر هم وضعونا في خيار صعب. هم لا يريدون التحرك للأمام معنا بسرعة مختلفة، بل هم يريدون شكلا آخر للدولة مختلف تماما عن مصر التي نعرفها. أشكرك سيد. فالأمر هنا كيان دولة واضح. وأنا أعتقد أنهم عليهم أن يبطلوا العنف أولا قبل أن يطالبوا الدولة ألا تستخدم عنف ضدهم. دعهم يجربون ذلك كما فعل أنصار مبارك، لم يستخدموا عنفا. أشكرك سيد توفيق. في النهاية لم نرى بعد مبارك ما حيحدث الآن. طيب.